شيكابالا وابو تريكة زي ما كانوا عاملين جدل جوه الملعب عاملين جدل بره الملعب. ابو تريكة مستقصد وبيستفز جماهير تشيلسي ومش جاي معاه ارن سلوت، وطلع بيقول لو عملنا تشكيله من الدوري الاسباني تلاعب تشكيله من الدوري الانجليزي فتشكيله الدوري الاسباني تكسب تشكيله الدوري الانجليزي 3-0 وهم نايمين. لو تشكيله افضل تشكيله للدوري الاسباني ضد افضل تشكيله للدوري الانجليزي مين يكسب؟ 3 بالخفيف وهم قاعدين. مين؟ الدوري الاسباني. صح، الدوري الاسباني انتصر. امال ايه؟ اوه شيبو هم نايمين. طب انا ما عنديش مشكله ترازف جماهير تشيلسي يا تريكا وتفشخ ارن سلوت عادي، انما حوار الدوري الاسباني على الدوري الانجليزي ده وسعت شويه. اقول لك حالا، انا اصلا بعمل الفيديو ده ليه؟ عشان اقول لك. مش انت عايز تعرف ازاي؟ انا اقول لك بقى ازاي. قبل ما نروح نتكلم على شيكا تعالوا بس نضرب مثال في موضوع التشكيلات ده. لو عملنا تشكيله من الدوري الاسباني والدوري الانجليزي فالثلاثي الهجومي اكيد في الدوري الاسباني يكسب. يعني مثلا لو خدت تشكيل هجومي من الدوري الاسباني فغالبا هيكونوا لامين يامال ناحيه اليمين ومبابي ناحيه الشمال وليفا فيرود، او لو عايز تحط مبابي فيرود فخد رودريجو او فينيسيوس الشمال. اما بقى لو خدتهم الدوري الانجليزي فغالبا هيكون صلاح وهالاند، وناحيه الشمال الاوبشنز مش كتيره، عندك بقى دوكو جاكبو مرموش. يعني ناحيه الشمال لعيبه في الدوري الانجليزي ضعيفه شويه، ده طبعا مقارنه بالدوري الاسباني مش ضعاف في العموم. خلينا ناخد جاكبو مثلا، فواضح قوي ان الثلاثي الهجومي للدوري الاسباني اقوى بكتير، بس في نص الملعب والدفاع ما تهزرش بالنسبه لي الدوري الانجليزي يكتسح. يعني مثلا ثنائي دفاع الدوري الانجليزي هيكونوا فيرجيل وصليبه، قدامهم بقى مين الناحيه الثانيه؟ كوبارسي وروديجر مثلا، كوبارسي وهويسن، كوبارسي وميليتاو، كوبارسي واي لعيب فيهم في الاخر مش هيسد مع الدوري الانجليزي. بقول لك فيرجيل وصليبه ما فيهاش كلام. في الباك رايت انا حاسس ان في الوقت الحالي الدنيا متساويه شويه، يعني ممكن مثلا ناخد فريمبونج من الدوري الانجليزي وناخد كارفاخال من ريال مدريد. ومعلش ثانيه واحده، انا بتكلم حاليا. في رايي انا فريمبونج احسن من اي باك رايت في الدوري الاسباني. في الباك ليفت ممكن ناخد كالافيوري قصاده كاريراس بتاع ريال مدريد، وفي دي يتفوق شويه الدوري الاسباني لان كاريراس اقوى بكتير من كالافيوري. هتقول لي ايات نوري من سيتي وكيركز من ليفربول، لسه الدنيا مع الاثنين دول ما استوتش شويه. المهم ده خط دفاع الدوري الانجليزي وده خط دفاع الدوري الاسباني، وفي رايي خط دفاع الدوري الانجليزي يكسب بجدار. نختم بقى بنص ملعب، ففي رقم 6 جرافنبرج بالنسبه لي او ديكلان رايس احسن من اي رقم 6 في الدوري الاسباني. اما الثمانيات دي بقى فيها كلام شويه بصراحه. بيدري يكسب اي نص ملعب 8 في الدوري الانجليزي. لو خدنا ماكاليستر ورايندرز وانزو فرنانديز فبيدري بصراحه هيحط على كل دول. اما الثمانيه الثاني في رايي فهي وجهات نظر وانا هقولها واجري على الله. سوبوسلاي من الدوري الانجليزي احسن حاليا من فالفيردي في الدوري الاسباني، وكده كده بالنسبه لي بيلينجهام ده اكذوبه، لعيب جامد بس بقالي فتره ما شفتش منه اي حاجه. فبالنسبه لي رقم 6 وواحد من الثمانيتين في الدوري الانجليزي افضل من الموجودين في الدوري الاسباني. فكده يا تريكا دفاع ونص ملعب في الدوري الانجليزي افضل من الدوري الاسباني، ومهاجمين الدوري الاسباني احسن بس مش بفرق كبير عن بتوع الدوري الانجليزي. صلاح وهالاند دول وحوش برده مش اي كلام يعني. فانا بصراحه جاي اختلف مع كلام تريكا واقول ان اي تشكيله من الدوري الانجليزي تحط على اي تشكيله من الدوري الاسباني مستريح. وفي الاخر كل الاحترام لعم الناس ابو تريكا فوق دماغنا. شيكا بقى في حلقه ثانيه عشان احنا طولنا قوي. الاهم ما تنساش تعمل لايك وفولو، واكيد دعم اخواتنا اللي بيعانوا